السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تحياتي للجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو للغرفة ديال العصافير، نفحصوا العش ديال الكوكتيل، نشوفوا البيض واش مخصب ولا غير مخصب، يعني واش عامر غيفقس ولا لا، ونشوفوا فريخات ديال الكوكتيل وفريخات ديال البادجي يعني البيروج اللي يلاه فقسوا تقريبا هادي شي يومين. نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاهم وشنو هي الماكله اللي نعطيو للوالدين ديالهم باش ياكلوهم، ونشوفوا واش والديهم فعلا كيطعموهم ولا لا. يعني قلنا الاخوان في هذه الفتره هذه كتكون فتره حساسه واحد شويه، خص المربي يراقب الاعشاش ويراقب الفراخ داخل الاعشاش باستمرار كل نهار، يعني باش تطمئن على الصحه ديال الزغاليل الصغار، واش كياكلوا مزيان، واش كيطعموهم والديهم، واش ما كاينش شي مشكل، ما كاينش شي وليد ما وكلوش. المهم باش نتفاداو موت الفراخ حديثة الولادة، هاد حديثة الولادة يعني يلاه تزادت. هذا فريخ صافي على ابواب الفطام، هذا قرب يتفطم هذا، ولا كيتعلم ياكل بوحدو لانه حطيته مع فراخ كتعرف تاكل. اذا بديت تسرع عملية الفطام للفرخ الصغير ولا كاع كيطير هو كاع. يلا دوي معايا. ها هو مشاو عند خيسوس، كاين واحد جوج تما مقابلين ولكن انا خرج لهم خيسوس وغادي نشوفوا كيفاش غادي يتعامل معاهم. اذا الاخوان غادي ننتقلوا للغرفه ونشوفوا نطلعوا على الفريخات بلا ما نطولوا الهضره بزاف، على بركه الله. ها انتم الاخوان، ها هما تيجيو تيتجمعوا عند خيسوس فوق القفص ديالو، تيجيو تيوقفوا ليه هنا تيصدعوا ليه راسو. هذا ظريف، هذا عزيز على خيسوس، هذا البيض هادو داصرين. عرفتي الا خرجت لهم دابا خيسوس، ويلي اجي خرج شوف عارفني بان نحل خرج يلا خيسوس زيد، يلا زيد. هو بيجي ديريكت عند البيض، زيد. ها واش عنده هذا عزيز عليه مسكين. شوف واش هي محبه لله في سبيل الله ولا ما عرفتها. مال هذا خيسوس مالو؟ ها لا ما تضربوش ها كيضحك معاه دابا. شو الاخر تا هو جاي بيتزاحم معاه، والله الا جا بيتزاحم معاه صاحبك. بوسو هكاك زوين ياك، عجبو اللون الابيض. ها هو هذا جا تاني، ها هو جا الاخر. شو سبحان الله العظيم، هذا فضولي، هذا الزرق هذا بيشوف اشنو واقع بيناتهم. المهم الاخوان حنا غادي نمشيو نشوفوا العش ديالنا، العشاش ديال الكوكتيل. هذا خرجوا فيه الفريخات وهذا فيه البيض. نحاولوا نشوفوا واش البيض مخصب ولا لا، وشنو هي الوقت اللي نقدر نفحص فيها البيض. البيض الاخوان اللي نفحصوه حتى يدوز اسبوع على وضع اخر بيضه. اللهم بارك. ما تخافش. كاين واحد يا سبحان الله، واحد الفريخه الاخوان يلاه خرج اليوم. هذا باقي فازق، سبحان الله العظيم. هذا يلاه خرج اليوم. واش كاين شي واحد اخر ولا لا؟ بالنسبه لطيور الكوكتيل الاخوان راه بزوجهم كيعتنيو بالفراخ، يعني الذكر كيوكل الفراخ والانثى حتى هي كذلك توكل الفراخ. في الوقت اللي كيخرجوا شوف كيطيح مسكين، طاح. راه كما كتلاحظوا الاخوان الحويصله ديال الفرخ راه عامره. وبالمناسبه معلومه، في الايام الاولى ديال خروج الزغلول الصغير، عندك من 3 ايام الاولى حتى ل 4 ايام الاولى، الانثى سبحان الله كيتكون عندها واحد بحال كنقولوا ليه اللبه في الحويصله ديالها كيتكون واحد بحال لبن العصفوره. اللبن هذاك اللبن هو اللي كطعم به الفراخ الصغيره في الايام الاولى، كي بحال الانسان سبحان الله. الحليب ديال الام كتعطيه ليه 3 ايام او 4 ايام الاولانيه. هذاك الحليب ديالها سبحان الله هو اللي كيعطيه واحد المناعه اللي غادي يعيش بها حياته كامله. فهمتونا الاخوان؟
يعني من بعد 4 ايام نقدروا نبداو نحطوا البيض المسلوق بشكل يومي باش نساعدوها على اطعام الزاغل الصغير. والبيض المسلوق راه مفيد بزاف ليه باش يكبر بشكل سليم. الفرخ الثاني الاخوان هو هذاك الفريخ خرج البارح فقس هذاك، واليوم فقس هذا. باقي 2 بيضات ما عرفنا واش مخصبين ولا لا. المهم غالبا غادي يكونوا حتى هما مخصبين، لان الفراخ كتفقس بشكل تدريجي، كل نهار كيخرج واحد. في هذه الفتره ديال الاخوان ما نحاولوش اننا نقيسوا او نلمسوا الفراخ الصغيره باليد ديالنا، حيت يدينا كتكون بارده. الفرخ كيكون دافي واخد واحد الحراره كتكون درجه الحراره ديالو مرتفعه. الا خديناه بيدينا تقدر يفقد هذيك الحراره ويقدر يموت. هذا واكل سبحان الله. هذا الشيء اللي كاين. هنايا الاخوان عندنا 3 ديال البيضات، غنحاولوا نفحصوهم واش مخصبين ولا لا. هاد الانثى هادي موسخه سبحان الله العظيم، كتوسخ العش ديالها. شوف كدير الفضلات في العش. كاين الانثى سبحان الله اللي كتخرج دير الفضلات ديالها خارج العش باش تحافظ على العش ديالها يبقى نقي، وكاين الانثى اللي السلوك ديالها بحال هكا. ما عندك ما دير ليها. بسم الله. عدا اخوان ردوا البال باش تفحصوا البيض انه كيزلق، يقدر يتهرس. البيضه الا تهرست ولا غير تشقات مشات. بركات الله نشوفوا هاد اول بيضه هادي اش كاين فيها لداخل. شوف كتوسخ، حتى البيض كيتوسخ. مشكله مع هادي الاخوان مازال ما بايناش مزيان، ولكن مخصبه هادي الاخوان كما كتلاحظوا هنا. شوف الاخوان هذاك القلب، تكون القلب وكيتحرك. هو هنايا راه هو كيتحرك. لاحظ مزيان كيتحرك فعلا. اذا الاخوان هذه البيضه الاولى مخصبه الحمد لله، وكيخصها الوقت باش يتكون فيها الجنين ويفقس ان شاء الله بعد 18 يوما. نشوفوا هذه البيضه الثانيه. هذه ان شاء الله حتى هي مخصبه. حيت كتشوفوا واحد الخط، هذاك عرق دموي او شعيرات، بدايه تكون الشعيرات الدمويه في البيضه. حتى هذه غادي تكون ان شاء الله عامره. وسختها شوف. هذه ضرباتها تقباتها صافي. هذه ما غاديش تفقس. انا على يقين ان هذه ما غاديش تكبر، ما غاديش يتكون فيها الجنين، لان البيضه اذا مشات حتى كان فيها شي ثقب وتسرب لها الهواء البيضه كتخسر. واخا تكون مخصبه، انت دابا هذه راه مخصبه شتيها، ولكن فيها هاد البلاصه هذه نقباتها الانثى. هذه ما غاديش تصدق. اذا 2 ديال البيضات اللي مخصبين، وهذا الشيء هذا مزيان بالنسبه لواحد الانثى اللي كانوا عندها المشاكل. 2 ديال الاعشاش البيض ديما خاسر. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. غادي نشوفوا هذا العش ديال البادجي، لان واحد الانثى تقريبا شي 18 يوم وهي حاضنه. كنظن انهم خرجوا الفريخات. تسنى لي يخرج بعدا هذاك تيدخلوا بجوجهم الذكر والانثى الاخوان. كما كتلاحظوا سبحان الله الالوان ديال الذكر زوينين. يا سلام، راه هو الفريخ خرج. ما شاء الله. هذه هي الاخوان كوبله ديال البادجي هوغو. سير 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 سير. سبحان الله كيدافع على الفراخ ديالو. سبحان الله ما شاء الله. شوف الاخوان، شوفوا الفرق بين هذا العش هذا والعش ديال هذيك الكوكتيل اللي وريتكم كتوسخ العش ديالها. شوف النقه نقيه، وليداتها واكلين بخير، كلهم واكلين ب3 بهم نقيين، رجيلاتهم نقيين، العش نقي. يعني سبحان الله كاين فرق. المهم الاخوان بالنسبه للفريخات البيروش او البادجي تماما نفس الشيء، بحالهم بحال الكوكتيل.
الايام الاولى الانثى كطعمهم اللبن ديالها اللي كيتكون في الحويصله ديالها. من بعد 3 ايام كنبدا نحط ليها البيض المسلوق باش طعم الفريخات. الى شفتي، الى لاحظتي بان الانثى كتضرب الذكر كتخليهش يدخل للعش، عرف بانها خايفه على وليداتها، حتى من الاب ديالهم كتخاف على ولادها وكتطرد الذكر خارج العش، كتخليهش يدخل. وهادشي حاجه عاديه. الا كان الضرب بزاف حاولوا اننا نعزلوا الذكر ونخليو الانثى تعتني بالفراخ ديالها. الا كان الذكر حنين والانثى حنينه راه كتخلي الزوج ديالها يدخل معها العش، وحتى هو بدوره كيقوم باطعام الفراخ الصغيره. او لا، الذكر كيطعم الانثى والانثى كتمشي طعام الوليدات. يعني الانثى بعد اختارت ما كتخرجش من العش، كتسنى الذكر هو اللي يجيب لها الماكله. يعني هذا هو السيستيم الاخوان بالنسبه لهاد الفريخات اللي يوصلوا 10 ايام. الا بغيتي دير لهم لاباك دير لهم الخاتم في عمر 10 ايام باش يكون ساهل في الادخال ديالو. من بعد اسبوعين نبداو نقدموا شويه الخضروات للوالدين باش يحاولوا يطعموا بهم الوليدات. شويه بشويه غادي الوليدات غادي يبداو يكبروا. الى وصلوا شهر تقريبا كيبداو يخرجوا من العش، يبداو يشوفوا العالم الخارجي ويتعلموا من والديهم كيفاش ياكلوا ويشربوا بحالهم بحال كاع الطويرات. هادشي اللي كاين. يلاه دخلي سيري فدخل الاخوان. راه شفتوا الاخوان مباشره يدخل الذكر. سير انت سير. فهاد الفتره هادي الاخوان كنحط لهم الباطي، لان الباطي شحال من واحد ما كيقول لي شنو هو الباطي. بلاش نوريك شنو هو الباطي. الاخوان اللي كيسولوا على الباطي شنو هو الباطي، اول مره كيسمعوا الباطي غتمشي عند اي محل كيبيع مستلزمات الفراخ غتقول لي عطيني الباطي غيعطيك الباطي. هذا هو الباطي الاخوان. عطيه قول لي عطيني الباطي الابيض. هذا الباطي الابيض زوين، فيه بزاف ديال الفيتامين، غني بالفيتامينات، واحد القيمه غذائيه عاليه. وفيها الاخوان كما كتلاحظوا هاد الحبيبات هادو حبوب النيجر. هذا الباطي اللي فيه الحبوب ديال النيجر. كنقدموه الازواج اللي عندهم فراخ صغيره كما كتشوفوا كي بحال هادو اللي شفنا، كيطعموا به الوليدات ديالهم. كيجي ساهل لانه رطب ومفيد. بالنسبه للاخوان ديال الكناري، هاد الوقيته هادي راه مازال ما كاينش الانتاج الكناري. هذا وقت الراحه والتجهيز. كنوجدوا فريخاتنا لشهر 2 شهر 3 شهر 4. فهمتونا الاخوان؟ مازال الكناري حتى تيدفى الحال شي شويه. يعني فصل الربيع الكناري كيبدا يستعد للتزاوج. واحد الزوج هنايا انا شاك فيهم، هادو شاك فيهم انايا، يعني يمكن 2 الاناث. طرات معايا شحال من مره، هادو دخلني فيهم الشك. هذا العش الثاني حتى بيضه ما مخصبه وكيحضنوا بجوج. 2 نتوات وبجوجهم كيتناوبوا على البيض كيحضنوا عليه. هادو حتى هما مازال شاك فيهم، غنحاولوا انني نراقبهم مزيان. بالنسبه للمسرح ديالنا خلينا فيه طيور الحسون يعيشوا بوحدهم، لانهم هادو داروا لهم التبرزيط. هادو برصتوهم بزاف، عزلتهم هنايا، درت لهم هادو الديامون الاخوان، الديامون درت لهم مسرح ديال المترو معزول هنا بوحدهم، علقت لهم العشيشات، درت لهم واحد شويه ديال الطبيعه المزيفه. المهم درنا لهم واحد الغصن ديال الشجر باش يحسوا براسهم شي شويه. تبارك الله. هنايا صراحه التوفر فاش تيكونوا في مساحه صغيره كيسهل انك تتحكم فيهم. غادي نجهزوهم حتى هما تغذيه مزيانه، فيتامينات، كالسيوم مهم الاخوان. شوف تبارك الله هذا الذكر هذا ما شاء الله، اللهم بارك، سبحان من خلقك. فكرتونا الاخوان هذا الزوج ديال الهوغو. شو الاخوان عندهم 4 ديال البيضات تبارك الله. هذه حتى هي وانت نقيه، كتحافظ على العش ديالها، واخا فيها شويه ديال. بالنسبه للاخوان للريش اللي كتشوفوا طايح في العش راه ماشي مشكل، فهمتيني؟ وانت كطيح شويه ديال الريش لان كتبذل واحد المجهود في عمليه الحضانه، فهمتيني؟ علاش شويه الريش خفيف كيطيح عادي. اللهم بارك، عين حمراء هذا. المهم الاخوان كما كتلاحظوا هذه الانثى الانجليزيه، الراس، شوفوا
شوفوا الراس الاخوان كتبدل، ها هي جات حتى لعندنا، ها هي سيري سيري سيري، ها هي كتبدل الاخوان. شفتوا الريش اللي في راسها، شفتوه دخلت في عمليه غيار الريش المفاجئه. وهذه العمليه وهذه الظاهره هذه شنو اللي كيسببها؟ يا اما تنوع يعني تغير مفاجئ للنظام الغذائي، كتكون موالفه واحد النظام غذائي شويه كتقلب لها النظام الغذائي، كتبدا تعطيها ماكله ما عمرها كلاتها، كتقدر تدخل في غيار الريش. يا اما تغير مفاجئ في درجه الحراره، كيكون لواحد البلاصه سخونه كتجي القفص لواحد البلاصه بارده، كتدخل عاوتاني في هذا الغيار المفاجئ. ويا اما تغيير مكان القفص، كان هنايا موالفين جالسين هنايا نهزوا القفص نحطوه في شي بلاصه اخرى، الطائر كيدخل في غيار ريش مفاجئ الاخوان. هذه ما عرفتش اش من سبب، علاش الله اعلم. ها انتم الاخوان شفتوها كتغير الريش، تبارك الله راه نيت دخلت في البداله. يعني الانثى اللي دخلت في البداله ما تسناهاش تبيض، فهمتيني، تهلا فيها بالفيتامينات، ماكله مزيانه، خلاها حتى تصفي الراس ديالها يصفى، عاد ديك الساعات تقدر تخدم. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كان الاخوان، شكرا لكم على المتابعه. كان معكم عصفور. اللي عنده شي سؤال او شي تساؤل او شي استفسار او شي حاجه او شي مشكل يطرحوه في التعاليق. حنا كنتقاسموا التجارب والاخطاء ديالنا كنستافدوا منها، وغاديين درجه شويه بشويه حتى كنتعلموا الاخوان. نزيد خيسوس هنا. هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف. كان معكم عصفور وخيسوس. السلام عليكم.